سلام متابعي قناة وصفة، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة. ما تنسوش ديروا جيم وبارطاج والضغط على زر الاشتراك إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة. بالنسبة لوصفة اليوم هي عبارة عن شهدة أو بريوش أو خلية النحل اللي كتجي رطبة وفيها واحد الهشاشة خطيرة. تابعوا معنا الفيديو حتى الآخر. بالنسبة للمقادير عندنا 2 البيضات، وعندنا معلقة تاع خميرة كبيرة، وعندنا الملح حسب الذوق، وعندنا واحد كيس تاع فاني، و3 المعالق تاع الزبدة حيوانية، وعندنا كاس تاع عنبة ديال الحليب، عندنا سنيدة فيها نص كاس وفيها بشوية، وعندنا الزيت فيه نص كاس وفي تواح بواحد شوية. وبالنسبة للدقيق عندنا 5 كؤوس، 4 كؤوس ممتلئة على الآخر، وعندنا واحد الكأس إلا ربع ديال الدقيق. إذن 5 كؤوس بالنسبة للدقيق اللي غادي تدخل لنا العجينة. بالنسبة لطريقة التحضير عندنا كاس دافي ديال الحليب، وغنزيدو معلقة تاع خميرة تاع الدار، وغادي نحاولوا أننا نحركوا ديك الخميرة في الحليب باش تفاعل، وغادي نغطوهم بالسلوفان لمدة 5 دقائق. من بعد ما تفاعلت لنا الخميرة غادي نزيدو كأس تاع سنيدة و2 ديال البيضات، واحد كيس تاع فاني، والكاس ديال الزيت، وغادي نخلطوا المكونات مزيان. غادي نحاولوا اننا نخلطوا دوك المكونات مزيان على هذه الطريقه. كما كتلاحظوا غنخلطوه مزيان بيدينا حتى كيوليو على هذا الشكل. من بعد غنضيفوا الدقيق تدريجي بشكل تدريجي حتى نشوفوا العجين ديالنا شحال غيدخل لينا. هنا غادي نحاولوا اننا ندلكوا العجينه ديالنا مزيان. بالنسبه للشهده فهي راه كتبغي تعجن مزيان. هنا كنضيفوا 3 المعالق تاع الزبده والملح بطبيعه الحال حسب الذوق. غادي نحاولوا اننا نعجنوا العجين ديالنا مزيان، وهنا بعد ما عجننا غندهنوا يدينا بشويه تاع الزيت نباتيه، وغندهنوا العجين ديالنا وغنوضعوه في هذا الاناء، وغادي نحاولوا اننا نغطوه بالسلوفان باش يختمر. غنخلوه يخمر مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو. بعد ما خمر لينا العجين ديالنا غنحاولوا اننا نشكلوه على شكل دوائر. بالنسبه للعجين ديالي فانا عبرت كل دائره فيها 40 غرام. غادي نحاولوا اننا نعبروا 40 غرام في كل دائره، وهنا غادي نحاول انني نشكل دوك الدوائر على شكل دوائر صغار، وغنوضعهم في الطاوه اللي ديجا فرشت فيها ورق الطهي ودهنته بالزبده. هنا غنحاول انني نوضع الدوائر كلهم في الطاوه، وغادي دائما غادي نخلي واحد المساحه صغيره ما بين كل دائره، حيت العجين ديالنا باقي غيختمر وغيتضاعف الحجم ديالو. فهنا غادي تلاصقوا، غادي تولي لنا على شكل شهده، على شكل خليه النحل. صراحه كتجي رائعه جدا، كنتمنى تستحق انكم تجربوها. كتجي على هذا الشكل كما كتلاحظوا. ضروري نخليو الفراغ بين كل دائره مع دائره اخرى، ضروري تخليو الفراغ باش ملي كتختمر كتلقى فين يتضاعف الحجم ديالها. من بعد غادي نغطوها بطبيعه الحال بالسلوفان كما كتلاحظوا. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما تضاعف الحجم ديالها، كتولي على هذا الشكل. هذا الشكل صراحه كتجي رائعه، كتولي على هذا الشكل كما كتلاحظوا. هنا ديجا كنا وجدنا واحد البيضه بالكامل، وغادي نضيفوا لها القليل من الحليب باش ندهنوا
السطح ديال العجين ديالنا بالبيض وشويه الحليب باش يعطينا داك التحمار كيجي زوين. كنتمنى صراحه تنال الاعجاب ديالكم وصفه اليوم، وما تنساوش انكم تدعموا قناه وصفه دائما غادي تعطيكم الجديد. غنحاولوا اننا ندهنوا الدوائر ديالنا كل شيء. فهاد خليه النحل راه كتجي رائعه، كتجي هشيشه وخفيفه. اما بالنسبه للتزيين فانا اختاريت نستخدم كاوكاو ايفيلي، وبطبيعه الحال فهي كتبقى حريه شخصيه، يعني اي واحد اي حاجه توفرت عندكم في البيت ديالكم تقدروا تزينوا بها، بحال الزنجلال، بحال اللوز ايفيلي، بحال كاوكاو كاسي، يعني اختياري. صراحه لاحظوا راه تيجي رائع على هذا الشكل، حتى من زعما من الشوفه والمنظر ديالها كتعطي واحد المنظر رائع. كتستحق انكم تجربوها، وانا كنشجعكم انكم تشاهدوا القناه وتشاهدوا طريقه التحضير وتحاولوا انكم تجربوها، فراه غتعجبكم. كتجي على هذا الشكل كما كتلاحظوا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم تكتبوا لي كومونتير كيفاش جاتكم الوصفه تاع اليوم. وشكرا على المتابعه. كنشكركم صراحه على الكومنتيرات اللي كتكتبوا ليا، وعلى الدعم ديالكم، وعلى المشاهده ديالكم المحتوى ديالي. شكرا بزاف، وكنتمنى ان القناه ديالي تزيد تعطيكم وصفات جديده ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، الى فيديو اخر، وشكرا.